بوتين لن يخسر في أوكرانيا، هكذا خاطب إيلون ماسك الغرب والولايات المتحدة، ويقول لهم: إن كنتم تتوقعون انتصار أوكرانيا فأنتم تعيشون في عالم خيالي، أي تتوهمون النصر لكييف. كلام ماسك جاء خلال منتدى سبايس إكس بحضور أعضاء جمهوريين من مجلس الشيوخ الأمريكي، وخلال المنتدى شدد ماسك وبثقة كبيرة أنه لا توجد أي احتمالية لخسارة بوتين الحرب في أوكرانيا، رغم أن سيد الكرملين يواجه ضغوطا لمواصلة القتال، وفي حال قرر التراجع عن الحرب فسيتم اغتياله، يقول ماسك، دون تحديد الجهة التي تقف وراء هذا التحديد. ماسك قدم رؤيته حول الحرب التي تدخل عامها الثالث، وأكد أن من يريد تغيير النظام في روسيا عليه أن يفكر بالشخص الذي يمكنه الإطاحة ببوتين، وفي حال وجد من سيخلفه سيكون بطبيعة الحال أكثر تشددا من بوتين. إذن هذا كان رأي ماسك ببوتين، ولكن كيف ينظر بوتين لماسك؟ في آخر مقابلة له مع الصحفي الأمريكي كارلسون، اعتبر بوتين أنه لا يمكن إيقاف إبداع ماسك، وفي سبتمبر الماضي وصفه بأنه شخص